وعند ناس قليلين يعني ممكن حد يفكر في خيانة الوطن أو شيء، بس ده يعني حاسس إنه حاجة نقدر بأمان نقول إن كلمة خيانة دي يعني حد متجوز حد وبعدين نام مع حد تاني، أو حد مع حد وبعدين نام مع حد تاني، كده دي الخيانة. عشان من أكتر الكلمات اللي باحس إن هي اتهانت ومعناها باظ. أول طبعًا كلمة خيانة عندنا يعني إيه؟ يعني واحد واحد وواحدة وبعدين حد نام مع حد مش المفروض ينام معاه، دي الخيانة اللي في الثقافة بتاعتنا. وعند ناس قليلين يعني ممكن حد يفكر في خيانة الوطن أو شيء، بس ده يعني حاسس إنه حاجة نادرة أوي، فنقدر بأمان نقول إن كلمة خيانة دي يعني حد متجوز حد وبعدين نام مع حد تاني، أو حد مع حد وبعدين نام مع حد تاني، كده دي الخيانة. والحاجة دي بقى ما بتعجبنيش خالص. أول حاجة عايز أستوضحها عن موضوع الخيانة ده، إن الخيانة أصلًا بتستلزم عهد. لازم عشان يحصل خيانة للعهد. اتفقنا. اللي يغير الاتفاق، اللي يملص من الاتفاق، اللي ينكر الاتفاق، خاين للعهد الذي قطعه، مش خاين للشخص. ده برضو حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، ان احنا في البتاع الجريمة اللي هي بتاعت الحد اللي نام مع حد ده، دايما الخيانة الموجهة، الست دي بتقول جوزي خانني، فهو قال يعني هو خانها، هو الخيانة دي موجهة ليها. أنا بشوف إن الحاجة دي فيها لخبطة كتير، لأن دي طريقة النفس في إنها تخلي الخناقة دي شخصية، أنت خنتني أنا، في حين إن الخيانة أنا عاوز أحطها بمسؤوليتها على صاحبها، مش لحد أنت خنتني، لأ، أنت خنت عهدك، لأن خيانة عهدك بتخليك برضو نوعك يبقى أسوأ. عدم الالتزام بالكلمة نفسها خيانة العهد، الكذب خيانة العهد، الغش خيانة العهد. فيسيبوا كل دول يبقوا عادي، بس لما يروح ينام مع حد يبقى أنت خاين وأنت خنتني، فيبقى الخيانة الكبيرة اللي بتحصل كل يوم عادي، والحاجة اللي أصلاً مش بقول عليها مش خيانة، هي ممكن تكون خيانة برضو. عارفين خيانة لما إيه؟ يعني إيه بتستلزم عهد؟ يعني أصلاً البني آدم إحنا اتفقنا إنه ممكن يكذب لأنه مش عارف، ممكن يكذب لأنه مش فاهم، فيقول لحد أنا هحبك للأبد، وبعدين بعد شوية ما يحبهاش، فيقول لها أنا ما بقتش أحبك، فتقول له أنت خنتني. والحقيقة قصدها إيه؟ قصدها إن أنت قلت كلام أنت مش قده. طب وإنك تقول كلام مش قده دي خيانة؟ لا، ده عبط بس، مش خيانة. الخيانة إنك تقول كلام أنت قده وتبقى قادر عليه وتقرر إنك تخون واحد، شريك واحد، وبعدين بيكسب معاه 20، وبعدين عنده عهد مع الراجل ده إنه هو عمره ما هيفض الشركة معاه، فيجي له واحد تقول له تيجي تشاركني وتاخد 50، لو مشي خاين للعهد اللي قطعه مع صاحبه. وانت ممكن تفك من عهد، ممكن بإذن اللي انت تعاهدت معاه عليه. انا كنت قايل لك زمان اني عمري ما هشارك حد غيرك، بس انا دلوقتي الراجل ده جاي يعمل كذا وعامل لي كذا، عاوز استأذنك في اني امشي. والله ممكن صاحبك ده يقول لك عارف ايه، انا لما كنت هبقى عايز اعمل كده برضو، قشطة عليك وبالهنا والشفا وربنا يرزقكم ويوسع رزقكم، وانا اصلا كنت عايز اروح اشتغل في اللبان. ويتفقوا ويتحاضنوا ويتحابوا ويلغوا العقد اللي بينهم بالتراضي بينهم هما الاثنين. وخلوا بالكم ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني لازم الحاجة دي تبقى حقيقة انت قصدك انك تحافظ على العهد. وعايز زي كده واحد برضو راح بيحب واحدة وبعدين اتجوزها، وهي قال لها انا عمري ما احب حد غيرك ابدا، وبعدين حب واحدة تانية،
فراح للست اللي هو كان متجوزها وبيحبها دي، وبعدين قال لها انا عارف ان انا عاهدتك على كذا، بس انا دلوقتي بحب واحده تانية وعاوز اتجوزها برضه. بقى الراجل ده خاين برضه؟ بتقول عليه كده؟ لا مش خاين، بس لو هو تعهد قدام الست دي ان هو حتى عبطا وهو مش عارف حاجه، وهو دلوقتي بيظن ان ده حقيقي وده مش حقيقي، وقال لها انا مش هحب حد غيرك، وبعد ده مش معناه ان هو خاين، لان هو ما كانش يعرف هيحصل له ايه. الخيانه بتستلزم عهد بينقض بمعرفتك وانت صاحي وواعي وبتعمله بقصدك. الخيانه مش بتحصل طبعا، هي الخيانه كلمه كبيره، بس هي مش بتحصل بس في الحاجات الكبيره. بس انا يعني بعد ما بدات الجمله دي كنت هذكر امثله صغيره كده عن الخيانه، وبعدين مش عايز اعمل كده، عايز بس اعمل التعريف وانتوا دبروا حالكم. اللي بينك وبينه عهد وانت ما استأذنتوش في انك تخل بالعهد، يبقى انت خنت العهد. وخيانه العهد تعمل زي الكذب، تعمل زي الغش، تسوق من نوعك وتسوق من نوع الشجرة اللي طالعة من أرضك. يعني الواحد يعمل إيه؟ يعني الواحد الأول يخلي باله وهو بيوعد. البني آدم برضو العاقل الرشيد ده، صاحب العقل ده، لما يوعد لازم يمتحن نفسه، لأن اللي بيخلف في الوعد ده، سيدنا النبي بيقول على اللي يخلف في الوعد منافق، آية من آيات النفاق. اللي معاهم على فكرة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. دول نفس الحاجة. اللي يجي لك يقول لك أنا هقول لك ويكذب عليك خاين. اللي تأتمنه على حاجة ويقول ما خدتهاش خاين، مش ليك، هو خاين. مش كذب عليا، نفسك بتحب قوي حكاية كذب عليا، بصلي في عيني وكذب عليا. مش انت المشكلة أصلا، الموضوع من براك، مش انت الموضوع. طب ليه مخلي الموضوع عنك؟ الموضوع مش عنك، الموضوع عن ان هو كذب، عشان انت لما الموضوع يبقى عنك بيبقى ان انت كذبت. اوعى تكذب، اوعى تخون، اوعى يعني مستحيل تعمل كده. لا يعني خلي بالك عشان الحاجة دي وحشة. طب ولو حصلت تعتذر عنها وتطلب السماح وتتوب وتطلب من ربنا انه يسامحك، من ربنا انه يسامحك. انت لو خنت حد يعني انت لو انت بتكذب فكتبت عند الله كذابا، وبعدين رحت الناس اللي انت كذبت عليهم وقول لهم والنبي سامحوني فسامحوك، طب انت هتعمل ايه في الورطة اللي حصلت لك؟ ان انت كتبت عند ربك كذابا، هتعمل ايه في المصيبة دي؟ هتعمل ايه في الحاجة دي؟ الخيانة مش بينك وبين الناس فانت تراضيهم فيبقى الموضوع خلص. الخيانة بين نفسك، لما انت بتخون نوعك بيوحش، الزرعة اللي انت زارعها في أرضك بتبقى طالعة وحشة. طب ولو حصل كده نعمل ايه؟ تبطل تخون، تبطل تكذب، تبطل تغش، تبطل توعد بما لا تقدر عليه. ولو ربنا يعني أراد بك خيرا قوي يخليك تدرك الحاجات اللي انت ما تعرفهاش فما تقولهاش وما توعدش بيها. لازم الخيانة يعني تبقى العهد منطوق؟ لا مش لازم الخيانة تبقى العهد منطوق، بس في حاجات مثلا يعني جاي في دماغي مثال كده بتاع انه تخيلوا حد متجوز حد وبعدين حد منهم عيب مرض وحش من اللي بيحول البني آدم إلى إنه جزء من المرض ده. خلاص بقى بقيت انت حياتك بقى مستشفيات، في تحاليل، في بتاع، في شقة، في وجع، في كده. دلوقتي لو الشخص ده اللي هو بقى اللي مش مريض لو طلع مش قادر فمشي، يبقى خاين ولا ما يبقاش خاين؟ أنا مش عاوز أسيب المسألة تبقى عاطفية وعايز أحط لها قاعدة. وإيه القاعدة؟ اللي أنت توعد بيه وأنت ما تعرفش أنت تقدر عليه ولا لأ مش خيانة.
اللي انت توعد بيه وتقدر عليه. انا معايا فلوسك واقدر ارجعها لك وما رجعتها لكش، خاين، حرام. انا هقعد معاك العمر كله وبعدين لقيت نفسي مش قادر، مش خاين. طبعا دي مش دعوة للندالة، احنا مش ناقصين دعوات للندالة، هي كلها بقت ندالة يعني. بس دي تكبير للحاجة الحلوة قوي اللي تحصل لحد يقف في الموقف ده. يعني لو انت في الموقف ده وقررت تقف جنب حبيبك، تقف جنب صديقك حتى، بس يعني خصوصا في حكاية الست مع الراجل اللي مع بعض دول، لو انت قررت ان مرض شريكك في الحياة هو مرضك انت كمان، جالك ربنا جابهوله وانت معاه، انت تقدر تساعده، انت هتقعد مش هتمشي، يبقى ده شيء مش موضوع انه مش بطولي، قصدي انه شيء شريف وحلو وجميل وفي وفاء وفي صدق وفي حاجات حلوة يعني وفي إيثار وفي إنكار للذات وفي كتير حلويات. بس لو مشيت ما تبقاش خاين. لو مشيت وانت عشان ما تقدرش ما تبقاش خاين. لو مشيت عشان لقيت نفسك ما عندكش تبقى مش خاين. بس لو انت اتنين ناس كده متجوزين وعندهم حياة وبيبنوها مع بعض وبعدين فجأة حد بقى مش عايز الحاجة دي، فبقى رميها، ما بيحاولش فيها، رميها كده. اللي ترميه ده بتخون عهدك معاه. ما ترميش الحاجات. وعارفين اكتر حد بيتخان في الدنيا ايه؟ نفس البني ادم. اكتر الناس في الدنيا بيخونوا نفسهم بان هم بيروحوا رميينها، يرموا مصيرهم، يرموا البوتنشال بتاعهم، يرموا امكانيه انهم يبقوا ناس حلوين، يرموها، يرمي نفسه. الخيانه دي ما حدش بيقولها خالص ان دي خيانه، بس دي خيانه. ايه هو في عهد منطوق بيني وبين نفسي ان انا اكون لي ان انا افضل ورايا احاول اعدلني في عهد كده بينك وبين نفسك، لان في عهدك بينك وبين الله انك تمشي من الدنيا وانت في احسن صورة ممكنة ليك. وعشان تنفذ العهد اللي بينك وبين الله لازم تهتم بالحاجة اللي انت اصلا بتعمل بيها العهد مع الله. الحاجة اللي يعني الايد نفسها اللي انت بتعمل بيها العهد ده هي نفسك. ما تخونش نفسك، ما تخونش نفسك بالكذب، ما تخونش نفسك بانك تكذب، ما تخونش نفسك بانك تبقى وضيع، ما تخونش نفسك بانك تبقى وحش، ما تخونش نفسك بانك تبقى مالكش كلمة، ما تخونش نفسك بانك تبقى مش انسان، ما تخونش نفسك بانك تبقى مش انسان، ما تخونش نفسك بانك تبقى قاسي، ما تخونش نفسك بانك تظلم حد. اوعى تخون نفسك بانك تظلم حد، اوعى تخون نفسك بانك تظلم حد. خيانة رهيبة لنفسك انك تظلم حد. حاجة مش هتلبسها في حياتك، لا انت هتلبسها عموما. انت هتمشي بيها من هنا اصلا. الظلمات دي اللي انت واخدها معاك دي من اوعى تظلم نفسك، اوعى تخون نفسك بانك تظلم حد. الخيانة مش ان الراجل يحب واحدة تانية غير مراته، لا. الموضوع بتاع الخيانة عايز عهد، عشان عايز حرية. لازم انت عشان تخون العهد ده تبقى حر تخونه ولا ما تخونوش. زي الكذب، زي الغش، لازم تبقى حر، لازم تبقى تقدر.
مش معنى كده ان المضطر مش خطاء، لا، المضطر خطاء طبعا. البشر بيغلطوا وهم مضطرين بسبب اي ضغط نفسي عصبي. الضغوط على الانسان كتير، ده مش بيعمل حجه للبني ادم ولا حاجه. انا بس عايز احرر مفهوم الخيانه ده من الحكايه العبيطه دي بتاعت انه حد حب حد وهو قايل لي ان هو هيحبني على طول. عايز اكبرها واخليها حاجه مهمه، ان الواحد يفحص في نفسه هو بيكون ايه ومخلص لايه. مهم قوي البني ادم يبقى عارف هو مخلص لايه. انا مخلص لايه؟ ايه اللي مش ممكن اخونه ده؟ ايه اللي انا مخلص له؟ ايه اللي انا اتفانى في خدمته؟ ايه اللي يستاهل اموت عشانه؟ ايه اللي يستاهل اضحي بنفسي عشانه؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه الحاجه اللي تستاهل دي؟ ايه الحاجات اللي في حياتي تستاهل كده؟ حلوه الحاجه دي. خلاص، ده الستيكينج تو ده، ان انا الزم مكاني جنبك، ان انا اقاوم معاك. ها، حبايبك في الدنيا تحارب معاهم وتقاوم معاهم وتحاول معاهم لحد طول ما انت قادر. ها، حاجه حلوه الواحد يفكر فيها دي. هعمل ايه عشان وطني؟ هعمل ايه عشان ارضي؟ هعمل ايه عشان ديني؟ هعمل ايه عشان بني ادم؟ هعمل ايه عشان الحق؟ هعمل ايه عشان امنع الظلم؟ هعمل ايه عشان ادافع عن مظلوم؟ هعمل ايه؟ حلوه الحاجه دي، واللي التزم بيه ما خونوش. حلوه الحاجه دي.